أي واحد يأجر في عقله للآخر هذا مصيبة حرفة. فهم أنت كيف ليبي وبالليبي وبالليبية وتعيش ومسلم وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تتعلق بشخص؟ احنا قلناها تفكر يا محمد في بالليبي وفي السياسة يطبع على هذا اللي صاير لهم. يقعدوا متعلقين بمعمر القذافي، في عهد معمر القذافي ما وقفوش وقالوا خير الراجل مداير في بلادنا هكي، خير مبهدلنا، خير حرمنا من رزقنا، خير حرمنا من بترولنا، خير شوارعنا هكي، خير يعني قعدوا ياكلوا فيها قلت لك يتغدوا في مكرونه ويتعشوا في طبيخه ويظنوا ان هذه هي الحياه. ما سالوش انفسهم ليش احنا هكي؟ ليش شوارعنا هكي؟ ليش مبانينا هكي؟ ليش مدارسنا هكي؟ ليش تعليمنا هكي؟ ليش صحتنا هكي؟ ليش مستشفيات تونس كذا؟ ليش مستشفيات الأردن كذا؟ ليش مدارسنا بالحالة؟ ليش ما وقفوش في عهد معمر وسألوا أنفسهم؟ وإلا توصل الآن انتهى معمر. خليني نقول لك 42 سنة من حكم القذافي راوا في جيل يا محمد الله غالب، جيل ما شافش إلا نظام الطاغية ومش مثقفين. يعني تجي تقول له يعني قول لي بيت من الشعر. اليوم يحكي لي أحد الإخوة الأفاضل قال لي لقيت واحد ليسانس لغة عربية شوي، قال وبما أنه هو يحب ويهوى الشعر فرح في جالسين في مناسبة في عزاء شوي بيتبادلوا أطراف الحديث، بما أنه لقى ليسانس لغة عربية بيبدأ يحكي هو إياه في الشعر، لقاه مش حافظ بيت شعر واحد. هذا التخلف الممنهج وهذا التجهيل الممنهج هذا اشتغل عليه القذافي 42 سنة. زي اللي اليوم وقف في الشارع قال اللي ما يبي بات خميس يعدي يدور وين ايش وين جو ناقشوه، قال لهم لا هذه حرية رأي، وفي نفس الوقت يقصي في الطرف الآخر يقول لك أنت عدي دور وين ايش. شوف العقلية. ما هو هذا واحد ما قلت لك أنا للأسف يعني عارف ما همش عارفين حتى شنو يقولوا، ما همش لأن أحيانا رأي مرة اللي يماروا في بعضهم، اللي يتضايق يقعد يلجي مرة واللي يتضايق يقعد يلجي وخبط الحطب تطلع. وهذا واحد ما قلت لك أنا للأسف يعني عارف ما همش عارفين حتى شنو يقولوا، ما همش لأن أحيانا رأي مرة اللي يماروا في بعضهم، اللي يتضايق يقعد يلجي مرة، واللي يتضايق يقعد يلجي وخبط الحطب تطلع للرب. الناس لولا تقول خبط الحطب تطلع للرب. فالحمد لله هي أرانب واجدة طلعت خلي البلاد تنظف. فاهم. نعم. وإحنا والله نبغاها تنظف. الأخت ليبية حرة من سرت، أهلا بك أخت ليبية. اهلا وسهلا استاذ محمد. مرحبتين بك، اهلا وسهلا. تفضلي باختصار لو سمحتي. اولا انست القناه، كنا نتابعوا فيك في العربسات من قبل يعني. الله ينسك، بارك الله فيك. نشكر الاستاذ محمود ورفلي حتى دعم لينا احنا المعارضين داخل سرت، كنا قله وكنا منتهكين يعني ظلم، لكن اللي صار في بن وليد اهون عندي من اللي يصير في سرت توا في داخل مدارس سرت. ايش اللي يصير بالضبط في سرت؟ المدرسات المؤيدات للنظام، وان صور معمر جايباتها معاهن، وان معمر مازال على قيد الحياه ويبشرهم في بعضهن، والمعارضين يقولوا لهم جردان، ويجن بعد الطابور الصباحي عشان ما يقفوش لعلم الاستقلال. تخيل يعني، وجميع الكراسات لازم تكون باللون الاخضر، وحساسيات داخل بين المدرسات. يعني تخيل الجيل الجديد شنو بيكون. خشوا نزلوا علم الاستقلال ومزقوا قدام الطلبة، وخشوا القاعات الدراسية طلعوا الطلبة قالوا ما تقروش تحت الجردان. هذا في جامعة بن وليد. في جامعة بن وليد، هذا قبل الأحداث وسمعنا بها قبل الأحداث الأخيرة تقصد؟ ايه قبل الهجوم على الكتيبة. وشن موقف كتيبة 93 من هذه الأمور؟ هذيم هم نفسهم فهموا فيهم غير ورفلة روا جايين من مناطق ثانية، جايين من مناطق تانية ويؤووا فيهم. ايه نعم، قاعمزين ياكلوا. تصور زي ما ثوارنا البواسل استضافوهم في مصراتة وفي الزنتاني بان هذه الثورة وقاعمزوا ياكلوا ويجاهدوا مع اخوانهم. الان في مخازن ورفلة في المرابيع متاع ورفلة مع مش ورفلة مع بعض الازلام، بعض ازلام بن وليد هذيهم اللي هجموا، هذيهم قاعدين مستضيفين هؤلاء الحثالة.
لما شخص يصدق ان القذافي ما يزال موجود على قيد الحياة وهم شافوه كيف ملوح زي الجيفة قبل ما يدفنوه، يعني هل تشوف ان نعرضوهم على مصحات نفسية، نطالبوا دول الغرب والشرق ان ترسل لنا عدد كبير من الاطباء النفسيين تولوا حالاتهم، وفي نفس الوقت يعني تتجول في مناطق زي فشلوم زي مثلا منطقة من المناطق ما تلقاش شخص واحد من الناس اللي عندهم التفكير المتخلف هذا؟ يعني ليش تلقى مناطق بأكملها ضد القذافي وتلقى في بعض المناطق يخترقوا فيها وموجودين فيها؟ محمد معمر القذافي هذا اللي قاعدين ينادوا به ولا النظام اي نظام اخضر واي نظام ازرق بالليل مش معقوله، يعني حاجه اسخف من السخافه نفسها يعني. شخص من احدى المناطق قال لي القذافي زحف على ممتلكاتي سنه 79 وايام الثوره اكثر من هتف له هو هذا الشخص. لو تعرضها على شخص عاقل يقول لك هذا يحتاج علاج، مستحيل يكون طبيعي يعني. هذه اليوم لو ضروري نشوف وسيله نعالجوها. الآن قلنا ليبيا، فالآن التوجه إليهم بالتوعية، وهذا دور الإعلام يا محمد، دورنا أنا وياك والإخوة وبارك الله فيهم الشباب اللي أمامنا، هذا دورنا احنا أن نساهم في توعيتهم، دور المثقفين والنخب أن ينزلوا إلى الشارع ويخرجوا في الإعلام. لما واحد يقول لك عنز ولو طارت قد ما تقول لأشبح كل شيء قدامك ما يفتحش معك باب القناعة نهائيا. تجي تقول له هذه عنز وغير تعالوا تشرب حليبها، تو لما يشرب حليب العنز تو يقتنع، عرفته غير ما شربش حليبها هو. لكن المطلوب منهم شنو يا سيدي؟ انت في الاخير اخر شيء انت بتحب معمر القذافي، حبه والمرة يحشروا مع من احب، خليك مع معمر، لكن ما تخشلناش في البلاد تطلع تهتف، تطلع زي اللي اتصلت بينا الاخت من سرت تقول درت ودرت، لا نقولوا الكك. لا هي ما تقصد لك شيء، تقصد لك مدرسات ثانيه. المدرسات اللي معها انا عارف فهم، هذه نجو نقولوا له اسمع حس عيب، ما اسمعش بالكلام نطقروا عليه صبحه. الملازم المردوم هي الفئات المتضرره من الناس هذيهم. لو يجيهم حد يقول لهم احنا بنحافظوا لكم على منجزات قيدكم، مثلا قانون 15 بتاع المرتبات يقعد هو نفسه، حتى زادوا الليبيين الثانيين انتم يقعد نفسه. لو حي معين يبي القذافي شوارع عم مكسرات يقعد نفس الشيء، مستوصف يقعد بنفس الشكليه بتاعه، يعني يوعدوهم ان اي حاجه كان مدايرينها مقيدهم تقعد نفس الشيء. تبي قرض يعطوك بالربا، باش إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني لو يوعدوهم، لو يجوا للمناطق هذه او الاشخاص هذين يقولوا لهم انتم بنحافظوا لكم على القانون 15 اللي دايره قايدكم. ويبارك في ثوارنا البواسل اللي موجودين إلى هذه الساعة وأصابعهم على الزناد موجودين. هذه ثورتنا منتصرة، وبالتالي احنا ما مش محتاجين شفقة من حد، ولا في وارد حد. احنا ما في وارد حد، احنا منتصرين. اللي بيلتزم وبيعيش هذه ليبيا للجميع وبالجميع، اللي ما يبيش يلتزم بأهداف 17 فبراير وبثورة 17 فبراير لا رانا احنا نعم جاهزين، نعم. ما عندناش مشكلة، ونشوفوا فينا قاعدين نتكلموا، قاعدين نوعوا، قاعدين نحكوا، يا سويدي يهديك يرضيك، يا ليبي يا حر يا جنين يا جنينة، على الكيف رانا امورنا تمام. لكن اذا ما يبوش يلتزموا لا زي الدكتور اللي وقف احنا دفعنا 30,000 شهيد. نعم. حميدة مستعدين اننا ندفعوا 30 ثانيات وتستقر. نعم. البلاد ما عندناش مشكلة. احنا نقولوا اخي الكريم نحن دولة عدالة وديمقراطية، دفعنا هذه الدماء من اجل بناء ليبيا الحرة، لكن هؤلاء العبيد، عبيد الطاغية